بالصدفه جالي عميل، فبقول يا زميلات انا كل اللي يهمني عاوز أأمن مستقبل ابني لو لا قدر الله حصل لي حاجة. فبقول يا فندم ربنا يديك طول العمر. قال لي ادينا واديك، بس الأزمة عندي في حتة إيه؟ طول ما أنا عايش هو كراجل دكتور قال لي أنا عارف أوفر مصاريف بيتي الحمد لله وبصرف على بيتي كويس. قال لي كل الأزمة عندي لو لا قدر الله حصل لي حاجة، مش عاوز أحس إن قصرت معاه ولو حتى صدفة. قعدت أدور في البرامج اللي عندنا، هي طبعا كلها برامج قوية الحمد لله يعني، وأرباحنا من أفضل الأرباح اللي في السوق. لكن الراجل ده كان بيدور حاجه لابنه خاصه بيه هو وابنه بالظبط. على طول افتكرت وثيقه التعليم والزواج. وثيقه التعليم والزواج، وثيقه التعليم والزواج التامين بتاعها قوي جدا، والموضوع يخرج عن نطاق ان العامل لا قدر الله يحصل له نوع من انواع الخطر فياخد مبلغ التامين بالكامل فيتصرف او يضيع. لكن انا واحد من الناس بفضل اديله مصاريفه كل شهر في ايده كل شهر، ولما يكبر اديله مبلغ على بعضه يبتدي بحياته. طب ايه اللي بيوفره لي من البرامج بالطريقه دي؟ التعليم والزواج. برنامج التعليم والزواج بيقول لك انك انت ينفع تامن على اب لصالح ولاده، واحد او اثنين او ثلاثه. مده التعليم والزواج لا تقل مده الوثيقه عن 15 عام، وطبعا لا تزيد عن 30. سن الاستحقاق بتاع الوثيقه 45 50 55 60. ده بيفكرنا بوثيقه الحمايه والاستثمار ولكن بدون ايه؟ سن ال 65 عام. يبقى احنا عرفنا ان التعليم والزواج مده الوثيقه لا تقل عن 15 عام، وفي نفس الوقت يجب ان يكون سن العميل عند الاستحقاق 45 50 55 60. طيب هي ايه التعليم والزواج بالبلدي؟ التعليم والزواج بتقول اذا كنت انا مثلا مأمن على رب اسره لصالح ابنه عين، ورب الاسره ده لا قدر الله توفى او حصل له عجز كلي او جزئي ومحدش فينا خالي، ايه اللي يحصل؟ الابن بيصرف معاش شهري حتى تاريخ استحقاق التأمين. لا معلش عيد تاني، هعيد لك تاني. انا راجل عامل وثيقة تأمين لمدة 20 سنة، ولا قدر الله حصل لي اي نوع من انواع الخطر اللي بينص عليها هذا البرنامج وانقطعت عن السداد لسبب صحي، بيتم صرف معاش لصالح ابني من المفروض من تاني شهر او تالت شهر من حدوث ايه؟ الخطر. معاش شهري ثابت. طب انا كنت مأمن 20، حصل لي سي مثلا لا قدر الله حادثه بعد سنتين اقعدتني او حادثه ادت الى الوفاه، من الشهر الثاني او الثالث للوفاه بيتم صرف معاش لابني باقي ال 18 سنه اللي باقيه. ال 18 سنه اللي باقيه نصرف لابنك معاش كل شهر؟ اه يا حبيبي تصرف لابني معاش كل شهر. والاجمل من كل ده اني خلاص ما ايه؟ ما فيش دفع اقساط تاني. انا عندي مانع صحي او مانع من موانع الخطر اللي بينص عليها هذا النوع من البرامج التامين، اني ما ادفعش تاني ولا مليم للشركه. ده الشركه هي اللي هتدفع لي انا ايه؟ او هتدفع لابني بمعنى ادق معاش شهري حتى تاريخ انتهاء التامين. بس كده؟ لا، كمان في نهايه مده التامين بيتم صرف مبلغ التامين بالكامل اللي مكتوب في الوثيقه لصالح ابني. الله الله. طب ما تدينا مثال. عميل عنده 35 سنه بالظبط، لانه لو عنده 35 سنه ويوم هتبقى 36 سنه. لا، عميل عنده 35 سنه وعاوز يعمل وثيقه تعليم وزواج لمده 20 سنه، وعاوز يعمل مبلغ التامين 100,000، وعاوز يعمل مبلغ التامين 100,000. تقريبا قسط العميل ده ممكن يكون كام؟ بص يا سيدي، لو العميل عايز يعملها لمده 20 سنه وهو عنده 35 سنه، هيبقى كده سن الاستحقاق بتاعه كام؟
55 مظبوط. سن الصاغ بتاعه 55. طب القسط هيكون كام؟ هنا الموضوع مختلف. لو مبلغ التأمين 100,000 العميل هيدفع قسط أقل من ال100، لأن المكتوب في الوثيقة ده اللي بياخده العميل في نهاية المدة، سواء في حالة الوفاة أو في حال الحياة. يعني إيه؟ هقول لك أنا يعني إيه. عميل عنده 35 سنة، قسطه الشهري هيبقى لمدة 20 سنة 292 جنيه. سن العميل 35 سنة، القسط على الاي بوس 292 جنيه، مبلغ التأمين 100,000. طب كده العميل دفع كام؟ كده العميل بالظبط هيكون دافع 70,000. 70,000 وانت كاتب له 100,000. ده البرنامج اللي انا بكتب فيه للعميل المبلغ المستحق في نهاية المدة، وكمان بكتب له جوه الوثيقة ان في حالة الوفاة يتم صرف معاش من الشهر التالي للوفاة 750 جنيه لكل 100,000 جنيه مبلغ تأمين. يفهم من كده يعني انا لو عامل ب 200,000 هتصرف لي 1000 ونص؟ افهم كده ان لو عامل ب 400,000 هتصرف لي 3000 جنيه؟ يعني انت هتصرف لي معاش شهري وتيجي في نهاية المدة تصرف لي كمان مبلغ التأمين لصالح ابني؟ هو ده دوري كشركة تأمين، الحماية. أنا بحميك وبحمي أسرتك في حالة انقطاعك عن الصرف عليهم، في حالة لا قدر الله حدوث خطر، وكلنا هنموت، الأنبياء ماتوا، فأنت مش هتخلل. تمام؟ طيب، يعني أنا دلوقتي لو عميل عنده 35 سنة ويدفع في الشهر 292 جنيه في 20 سنة، هو هيكون دافع 70,000. طب مبلغ التأمين المكتوب في البرنامج 100,000. طب لو حصل لي لا قدر الله وتوفيت خلال مدة التأمين، ينقطع المؤمن عليه أو صاحب الوثيقة أو أي حد متصل بوثيقة، ينقطع عن الدفع ويتم صرف معاش شهري لكل 100,000 جنيه 750 جنيه. بس كده؟ لا. وفي نهاية مدة التأمين بيتم صرف مبلغ التأمين الأساسي 100,000. الله، بجد الله. كل ما كان سقف بيتك قوي، كل ما مهما كان المطر أو البلاوي اللي بتحدف عليك من فوق ملهاش لازمة، لأن في سقف بيحميك. التأمين سقف، وسقف بيحمي أي حد. طب الوثيقة بيعها إزاي؟ بص بقى، زي ما بيجي لي عميل بيقول لي انا يهمني أأمن مستقبل ابني طول ما انا مش موجود، عشان لو لا قدر الله حصل لي حاجه ابني يتستر وما يمدش ايده. طبعا الستر اول واخير ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا ميزنا بالعقل وميزك بالوسيله، وانا بديك الوسيله اللي تعمل بيها كده. اي حد يقول لك كلام تاني اركنه على جنبه وما تبيعلوش. انا بقولها لك بكل ثقه، اللي ما يعرفش قيمه التامين ما يعرفش قيمه المستقبل بما يرضي الله. طيب، جالي عميل وقال لي انا يهمني مستقبل ولادي، موجود. طب لو انا العميل عايز يديني مثلا في الشهر مبلغ محترم كده وعليه القيمه، سي مثلا 5000 جنيه، انا اول واحد هعمل له حاجه واحده بس، هعمل له وحده كامله استثمار ورعايه ب 1700 جنيه في الشهر لمده 20 سنه استثمار ورعايه للعميل نفسه، وهعمل باقي المبلغ اللي هو بالظبط 3250 جنيه او 3300 جنيه، هعملهم تعليم وزواج. تقريبا يقارب حركه، مثلا عملت العميل تقريبا كده يبقى حركه 700 800 الف، مليون. يبقى انا ضمنت لابني لو انا مكان العميل بالظبط. فكر مكان العميل عشان تعرف توصل للتحليل السليم اللي في دماغه. لو انا مكان العميل 5000 جنيه في الشهر، انا لو راجل دكتور او لو راجل تاجر ليهم لازمه؟ شغل ساعتين. طيب مليون جنيه، يعني انا لو لا قدر الله حصل لي حاجه ابني يصرف معاه الشهري 7500 جنيه. ايه ده؟ وبعد ما يخلص مده التامين هيصرف مليون جنيه. طب في حاجه احنا نسيناها، هي مش انا كنت اعمل له وثيقه رعايه واستثمار ب 340 الف جنيه ريت حمايه؟
مش الوثيقه دي لما تيجي تصرف في نهايه المده تصرف تقريبا 900,000، يبقى انا بعد الوفاه لا قدر الله اتصرف لابني 900,000 جنيه استثمار ورعايه، وخد معاه الشهري 3500 جنيه، وفي نهايه مده التامين بتاعت وثيقه التعليم والزواج صرف كمان 1,000,000 جنيه. في نظري انك بتقدم حاجه لا غنى عنها لاي انسان. بصراحه مفيش بني ادم مهما كان جمال بيته ينام من غير سقف، ومفيش بني ادم عايش على وجه الارض ينفع يمشي من غير تامين. تامين لنفسك عشان سن التقاعد، تامين ليك لو لا قدر الله حصل لك نوع من انواع المرض الخطر، تامين ليك لا قدر الله في حاله الوفاه، تامين ليك امن مستقبل ولادك لانك ما عندكش اغلى منهم، ما تبصش تحت رجليك. اما بالنسبه للبروكر اللي بيبيع تامين، ما تدخلش عشان خاطر تدفع العميل قسط وتطلع تجري، تبقى غلطان. ما تدخلش عشان خاطر تمضي العميل واول ما العميل مضى هوبا اقفش في العموله. انت انقى واغلى ويعني واقول لك يعني واجمل من كده، مش عايز اقول انضف، لا اجمل من كده. انت بتبيع للعميل ستر بيته، وربنا يسترنا جميعا، كل سنه وانتم طيبين. فوثيقه التعليم والزواج من اجمل الوثائق على مستوى الشركه. اشتغل بيها وميز نفسك عن غيرك، ما تبقاش نمطي، ما تشتغلش زي الناس. كل سنه طيبين ورمضان كريم، ونشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.